بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب دايما تكونوا بخير وفي أحسن حال. موضوع فيديو النهاردة إن شاء الله هو طريقة عمل كشاف يدوي قابل للشحن بأقل تكلفة ممكنة وبأسهل الطرق. أول حاجة نتعرف مع بعض على المكون أو الحاجة الأساسية اللي استخدمها في عمل جسم الكشاف. ممكن استخدم على سبيل المثال سرنجة مثلا حجمها كبير. ممكن استخدم الخرطوم او المواسير البي في سي بتاعة امدادات الكهرباء في المنازل. بيكون في منها عدة اقطار. القطر اللي معانا دوت يعتبر 25 ملي. بيكون في منها الازرق والابيض. انا استخدم عندي القطعة البيضاء ديت. ده بالنسبة لجسم الكشاف استخدم قطعة الماسورة اللي هي بي في سي 25 ملي عشان دي مناسبة جدا مع البطارية 18650، بحيث البطارية تركب عندي مرتاحة ويكون في عندنا مكان عشان نعدي منه الأسلاك. طيب كده بالنسبة لجسم البطارية هنستخدم الماسورة دي. طيب بالنسبة للليدات في عندك حاجات كتير جدا جدا. لو انت هتشتغل ببطارية دايرة شحن بس هيبقى قدامك عدة اختيارات. هيبقى عندك الليدات اللي هي المتاحة عندك، الليد اللي هو 3 واط الجاهز دوت، او الليد هو الواحد واط اللي هو ده، او 3 واط اللي هو ده. عندك الليدات في منها 1 واط و2 واط و3 واط اللي هو الشكل ده او ده او ده. انما لو انا هستخدم بقى دائرة شحن البطارية ورفع جهد في نفس الوقت، ممكن بقى استخدم ليدات حجم اكبر. على سبيل المثال ده بيشتغل، ده 10 واط بيشتغل عندنا ب 11 فولت، وفي ده بتاع بيركب في عربيات وموتوسيكلات ده بيشتغل ب 12 فولت، برضه الإطارة بتاعته كويسة جدا جدا. وفي حاجات تانية 30 واط بتشتغل بحوالي 28 فولت او 30 فولت. وفي حاجات تانية يعني كتير، ولكن احنا خلينا في الموضوع النهارده اللي هو السهل شوية، اللي هو هنشتغل بالليدات اللي هتشتغل ب3.6 فولت اذا كان ده او ده او ده. طبعا بيفرق عندنا التيار بتاع الواحد واط من الاتنين واط من التلاتة واط. كل ما الواط بيكون اعلى كل ما بيستهلك معانا تيار اعلى. بالنسبة للداد ممكن نستخدم ده او ده. لو هنستخدم الصغير دوت اللي هو بيجي عندنا بدون مبرد، ممكن نجيب بوردة بتاعة لمبة. ممكن نجيب شريحة بتاع لمبة ليد يكون محروقة، ونثبت عليه الليد دوت بلزق اللي هو سخن وبارد. وانا عملت قبل كده فيديو سابق حاجه زي كده. بنثبت الليد ونخلي الاطراف بتاعته بعيده عن الجسم الالومنيوم علشان ما توصلش لبعضها، وبنوصل سلوك وبيعتبر الليد متثبت عندنا عشان الجسم الالومنيوم يشتت معانا الحراره الصادره من الليد. انا استخدم الليد اللي هو الجاهز دوت، وده موجود في معظم محلات بيع قطع غيار الاجهزه الالكترونيه. انا جايب ده من رام من فتره كان ب 10 جنيه، دلوقتي حاليا الله اعلم سعره كام. يبقى الاستفاده هنستخدم الليد دوت، وهنستخدم قطعه الماسوره اللي هي دي، وهنستخدم بطاريه الليثيوم ديت، وهنستخدم مفتاح اون اوف. ممكن نستخدم بقى بالنسبة لشحن البطارية في عندك الدائرة اللي هي تي في 4056، وفي عندك بقى دائرة المديول اللي هو بتاع باور بانك اللي هو في منه عدة أنواع أو في منه عدة تيارات. ده كده يعتبر مايكرو يو اس بي. بيخرج عندنا أقصى تيار عندنا بنحصل عليه من المديول دوت هو 800 ملي أمبير. بيكون في أنواع تانية. ده تايب سي، ده بيخرج معانا حوالي 2 أمبير. احنا هنستخدم اللي هو ده، وهنستخدم لمبة قديمة ناخد منها الجسم بتاعها هيت. اللمبة القديمة عشان نفكها نفك رفيع كده تيجي من هنا كده اهوت. أهم حاجة واحنا شغالين في أي حاجة نخلي بالنا من إيدينا، عشان واحنا بنشتغل بالحاجات دي ممكن إيدينا تتعور، فخلي بالنا جدا من موضوع الإيدين. كده خرجت عندي الكعب بتاع اللمبة اهوت. كده كده هي اللمبة بايظة. نخرج بالمرة برضو الدايرة أو الشريحة اللي فيها الليدات كده اهوت. هبتدي اجيب عندي الجزء ده كده واستعدل عندي هنا الاجزاء دي كده. اشيل عندي الزياده ديت علشان هجيب الماسوره ديت واركبها عندي هنا كده اهوت. واجي هنا في الماسوره ديت وافتح عندي هنا مكان للمفتاح اللي هو الاوف اللي هو ده. كده فتحت عندي هنا مكان لمفتاح الباور اون اوف اهوت للصغير دوت. وجيت عندي هنا اللمبه اللي هي فكيتها ديت استخدمتهاش. لقيت عندي هنا جسمها مفيش عندي جسم الومنيوم هنا. اخترت واحده فيها جسم الومنيوم
علشان يساعد معانا على تشتيت الحرارة الصادرة من الليد. واجيب عندي هنا كده الجزء ده كده يركب عندي هنا كده، ولكن لو ملاحظ هتلاقي عندك هنا في عندي هنا الجزء ده كده معوج مش عدل. عشان استعدل عندي هنا الجزء ده يبقى القطع او يبقى وش الماسورة معدول، هجيب قطعة ورق كده والفها كده عشان اقدر اخلي الماسورة اولها معدول كده كده ورقة مظبوطة اهيت. هجيب بقى اي قلم ولا اي حاجة اعلم بيه علشان يبقى القطع عندي مظبوط كده بالقلم كده اعلم كده واجيب سفاحة منشار واقطع عندي هنا العلامة اللي انا علمته بالقلم علشان يبقى الماسورة مظبوطة كده. كده علمت اهوت العلام. هجيب سفاحة منشار واقطع عندي العلامة اللي علمته كده. قطعت الحافة بتاع الماسورة واستعدلتها بقطعة صنفرة اهيت او مبرد. ديت هتلحم هنا كده بالشكل كده ولكن مش دلوقتي. لما نشوف الاول موضوع عندي هنا تثبيت الدائرة دي عشان نثبتها هنا كده نشحن عن طريقها البطارية الليثيوم. محتاجين نعمل عندي هنا اي حاجة تثبت بيها الدائرة في طرق تانية ممكن نستخدمها. ممكن نستخدم على سبيل المثال جاك دي سي مثلا، ونجيب شاحن ديسكتوب ونركب فيه جاك دي سي اللي هو ده شاحن ديسكتوب، بركب فيه جاك واشحن بيه عن طريقه الكشاف. يبقى انا استغنيت عن الدائرة خالص. وممكن نستخدم طرق تانية كتير. خلينا بس في الطريقة اللي احنا معانا اللي هي عايزين نثبت عندي المديول الدائرة تشحن معايا البطارية هنا في الكشاف او في الجسم بتاع الماسورة من الخلف. للعلم بس الجاكيت اللي هو النتايج دي سي في منه على فكرة نوع بيركب بصامولة، وانا كان عندي منه بس دورت ملقتوش. كان ممكن يركب عندي هنا في الجنب في الكشاف في اي مكان كده بشكله اظرف من اي حاجة تانية، ولكن ملقتوش عندي فنشتغل بالطريقة اللي قلنا عليها اللي هي ديت. قطعة ماسورة تانية اهيت واقطع عندي هنا جزء كده للدايرة دي كده مثلا كده مثلا. قصيت قطعة حوالي 2 سنتي. طبعا لما نركب دي هنا مش هتركب معانا خالص لان نفس القطر. هنعمل ايه؟ بسمعة المنشار واشيل عندي هنا شريحة كده حوالي 4 مللي كده، اقطع كده اقطع كده واقطع كمان حتة كده عشان تخش معانا هنا جوه. قطعة الماسورة دي شلت من عندي هنا حتة اهيت حوالي اكتر من سنتي عشان لما نضمها كده على بعضها ونركبها كده تركب معانا كده. ركبت معانا اهيت. هجيب بقى قطعة ماسورة تانية من دي برضو واقطعها وافردها واحطها عندي هنا كده والحمها. احطها عندي هنا في الحمة في الجزء ده كده. جبت قطعة ماسورة اهيت وعرضتها للنار بالولاعة كده. طبعا الماسورة دي يعتبر سهلة جدا في التشكيل. مجرد ما تحررها للحرارة بتلاقي بقت طرية معاك، تبقى طرية جدا مجرد ما تعرضها للحرارة. لو انا قطعت قطع كده وعرضتها الحرارة ودوست عليها هتلاقي تستعدل معايا، ودوس عليها بأي حاجة هتبقى عادلة بالشكل كده. وعندي هنا جيت حطيتها كده وخليتها بارزة. ولحمتها عندي بالأمير. خليتها بارزة كده ولحمت بالأمير. وجيت عندنا فتحت فتحة على قد مدخل اللي هو الصغير طبعا ممكن نستخدم عندنا هنا كشاف يعتبر كباور بانك برضو عن طريق الديل اللي احنا نشتغل بيها ولكن باور بانك هيبقى البطاريه بتاعته ضعيفه فمش هيستحمل او مش هيشحن معايا تليفونات بطاريتها كبير. طيب كده عندي هنا الدايره او الجزء انا جيت عندي هنا وعملت فيه فتحه مكان الشحن وانا يعني خليت عندي الجزء ده كده يعتبر متحرك او منفصل عشان لو في عندنا مشكله اقدر اغير حاجه واقدر اصلح اي حاجه في الكشاف لما تبوظ. كده الجزء ده بركبه كده هيبقى راكب عندي هنا كده المفروض عندنا كده اجيب بقى اشيل عندنا الزياده بحيث يبقى عندنا الجزء ده متساوي مع جسم الكشاف. ممكن ازق عندنا من جوه بنفك عشان ما شلت دي ممكن تتكسر، ونفك وازق عندي البلاستيك نفسه من الداخل. هبتدي بقى اشيل عندي هنا الزياده عند العلامه بالقلم كده عشان يبقى الجسم ده متساوي مع جسم الكشاف. بعد ما كررت اللحام قصرتها شويه هجيب مبرد حدادي بقى كده المبرد كده اسويها
علشان ما تبقاش بارزة، ونشوف مع بعض. بعد ما اسويها هثبت عندي هنا الجزء ده كده عندي هنا بمادة لازقة علشان بس اقصر من وقت الفيديو. كده انا سويت عندي الحرف دوت بالمبرد دوت بقى متساوي خالص بكل الاتجاهات. وجيت عندي هنا ثبت عندي الجزء بتاع اللمبه اهوت الليد هنا في الماسوره. وطبعا عندي هنا جيت من الجزء دوت كان كبير، شلته منه شويه، قصرته منه شويه، على اساس ان لقيت عندي هنا سبوت قديم اهوت. السبوت هفكه، هاخد منه العاكس والازازه دي او البغه ديت، واركبهم عندي هنا كده. نركب العاكس ده هنا كده والباغه دي كده، واركب دي فوق منهم بحيث يبقى كشاف. المهم ظبطت عندي هنا الجزء دوت كده بحيث يبقى عندي هنا الليدايه محميه. وجيت عندي هنا جبت بقى الليد دوت اللي هو ده اللي كنا متفقين نشتغل بيه. لما ركبت عندي هنا العاكس ده كده، لقيت العاكس جاي عندي هنا فوق الاطراف الليد عندي هنا يعتبر كل الاطراف دي تعتبر شغاله، فلقيته جاي هنا. فجبت ايه بقى، جبت قطعه هي الشريحه بتاعت لمبه ليد قديمه اللي احنا فكيناها، وجبت الناحيه التانيه وثبت عندي الليد اللي هو 3 واط باللزق اللي هو سخن وبارد. اللزق اللي هم القيمتين دول اللي هم اي وبي، وبكده يعتبر اللزق عندي نشف بقى جامد اهوت. وجيت عندي هنا في الموديول اللي هو بتاع باور بانك، دول كده اطراف الخروج. اطراف الخروج بتكون فين؟ بتكون عندي هنا من اليو اس بي، واطراف البطاريه اللي هم دول. وطبعا ده طرف الشحن، يعني ده كده منفذ الشحن، ودول كده اطراف البطاريه، ودول كده يعتبر خدت من اليو اس بي نفسها دوت اللي هو ايه ال5 فولت. طبعا عندي الليد هنا بيشتغل زي ما قلنا ب3.6 فولت، فبالتالي محتاج احسب هنا الفولت اللي خارج هنا عندي هنا 5 وهنا 3.6 فولت. لو حسبت عندي هنا الليد دي 3 واط، ممكن نقول بتستهلك حوالي 700 ملي امبير. لقيت المقاومة حوالي 2.2 اوم. جبت مقاومة 2.2 اوم اهي. واجيب كده بطارية واوصل عندي هنا اطراف البطارية في مكان دخول مكان البطارية عندي هنا بطاري موجب وبطاري سالب في الباور بانك. الموجب اهوت والسالب اهو. كده موصل الطرف السالب بتاع الخروج من الباور بانك للطرف السالب في الليد. نجيب المقاومة كده هتعمل معانا فرق جهد. كده نشغل كده يعتبر الليد اشتغل معانا تمام اهوت. لو قست عندنا فولت دلوقتي اللي هو واصل للداية بعد المقاومة، جبت الملتيمتر على وضع قياس فولت دي سي وليكن 6 فولت. ودي كده الطرف السالب خروج بتاع الليد اهوت، ودي كده الطرف الموجب. طبعا عندي هنا الدائرة ما بتشتغلش او بتخرج 5 فولت الا لما يكون فيه حمل. يعني لما اقيس دلوقتي كده اهوت مش هيبقى فيه حمل، مش هيتخرج معايا فولت الدايرة اهيت. لما اشغل عندي كده الليد اهوت هيخرج معايا الفولت كده. الفولت خارج كامل للداية. نبص مع بعض كده على الملتيمتر اهوت بعيد عشان ايه الاضاءة بتيجي في ايه في الكاميرا بتاع التليفون. كده كام؟ يعتبر 3.64 كده يعتبر فولت او جهد مناسب جدا جدا للليد. علشان نحسب التيار بتاع الليد بنجيب برنامج الكترودوك، وبنجيب عندنا حاسبة مقاومة الليد. اللي عندنا الفولت الخارج عندنا في سي سي 5 فولت اهيت. وهنا الليد بيشتغل بكام؟ بيشتغل ب 3.6 فولت، 3.6. بيستهلك نقول مثلا 600 ملي امبير، 600 ملي امبير هو الموافق. المقاومة عندي كام؟ يعتبر 2.3 اوم. اقرب قيمة لقيتها عندي هنا هي 2.2 اوم اللي احنا جربنا بيها دلوقتي، وطلع عندي هنا فرق الجهد على الليد حوالي 3.6 فولت. كده اشيل البطارية اللي جربنا بيها اهيت، واجيب البطارية اللي احنا هنشغلها بقى اللي هي دي، وابتدي نجمع الحاجات داخل العلبة او داخل جسم الكشاف. بس قبل ما نجمع الحاجات ممكن نعمل حاجة كده سريعة. اجيب قلم في المسطر واعلم عندي علم هنا كده، عشان الجزء ده الظهر ده لو شلناه وركبناه عكس ممكن يبقى فيه هنا فاصل او فتحة ما بين ده وده. هعمل عندي هنا ثقب صغير هنشوف مع بعض ليه.
واجيب قطعة خيط مفكوكة من جاك اهيت، من جاكيت. اشيل عندي هنا كده العقدة ديت كده. كده الخيط يعتبر هي زي ما هي كنا نشيل منها الكشاف. هركبها عندي هنا كده اهوت، واديها عقدة من جوه من الداخل كده. ركبت عند الخيط في الفتحة اهيت، وعملت عندي هنا عقدة جوه عشان الخيط لو اتشد ما يطلعش اهوت. وجيت عندنا الجزء دوت وسعته شوية علشان يجي هنا كده يركب معايا مرتاح، مفيش اي مشكلة اهوت. كده بقى عندي بقى ان اجيب عندي هنا دلوقتي الليد دوت كده. ركبت قطعة سلك هنا اهيت في الطرف الموجب بتاع الليد، وهنا هيكون عندي هنا المقاومة والمفتاح اللي هو شغل وطفي معانا على الطرفين دول كده. نبتدي بقى نعدي عندنا الدايرة دي كده هنا. كده عدد الاسلاك كده. السلكين دول كده عندي طرف جاي من الليد والطرف اللي هجيب التغذية من الدايرة. الطرفين دول كده اللي هو ده وده دول خاصين بالبطارية اللي هي تركب عندي هنا داخل الكشاف. اجيب بقى هنا بطارية. ده كده الطرف الموجب والطرف السالب. الموجب عندي هنا اللي هيبقى في الرجل دي كده، والسالب هيبقى هنا. نوصل طرف البطارية ايد السلك قصدي اهوت، ونلحم السلك كده على طول. نوصل الطرف السالب كده. وصلنا طرف البطارية كده. لو جبت المقاومة دلوقتي عندنا ووصلتها الطرفين دول مع بعض، الليد ده هينور. طبعا الليد انا شغال بايدي يا اصدقائي. الليد اللي انا فكه من دائرة بتاع موتوسيكل. فكه من دائرة زي دي بالظبط بتاع كشاف موتوسيكل. الليد دي يعتبر كلها يعتبر 3 واط. الليد يا اصدقائي ممكن توصل له 6 فولت ويتحمل معاك 6 فولت مفيش مشكلة، ولكن مع التشغيل ممكن يبوظ، فعشان كده احنا بنوصل 3 فولت بس. طيب كده نجيب المقاومة بتاعتنا ونوصل كده كده. الليد المفروض يشتغل معانا. الليد اشتغل اهوت. نبتدي بقى عندي هنا الجزء ده كده هنقعده مكانه كده اهوت، ونلحمه بشوية امير. نثبته فيه المكان نفسه بشوية امير، او لحام سخن وبارد ايا كان ده او ده. هجيب شوية لحام سخن وبارد اهمت، حبة من ده حبة من التاني صغيرين كده، وأضربهم في كويس في بعض. والحم عندي هنا ثبت عندي تاني الجزء ده باسم اللمبة نفسه. بعد ما اللحام نشف اهوت اللي هو السخن وبارد، هجيب بقى. عندي هنا طبعا عندي هنا كان فيه سبوت تاني غير ده، خدت منه برضو عاكس تاني. هركب بقى العاكس اللي هو اكبر شويه ده، وبعد منه قطعه الفبره او الباغه دي. بعد كده الوش اللي هو ده. كده يعتبر بالنسبه للجزء ده كده يعتبر خلص كده خلاص. بقى عندي هنا بقى هنركب عندي هنا البطاريه. بعد كده عندي هنا في نقطه برضو تانية، لما نجيب تركبها هنا وكده اهو ممكن تطلع. اللي يمسكها دي كده اهو سوكت الشحن ومكان الشحن اهوت. اللي يمسكها ايه بقى كده ركبت في مكانها اهي. قطعة سلك قطعة سلك، والحم قطعة سلك من هنا كده ومن هنا كده اهو. قطعة سلك اهيت لحمتها هنا اهي، ومسك عندي البوردة
ايوه لحمتها في الجنب التاني. نقفل بقى كده الظهر ده كده بالكشاف. الفتحة دي عندي هنا العقدة بتاع الخيط. كده الكشاف اتقفل من ورا اهوت. باقي بقى نجيب المقاومة بتاعتنا ديت. اتجاه المفتاح يبقى كده. بثبت عندي هنا المقاومة في طرف من أطراف المفتاح. كده قفلت عندي هنا المفتاح اهوت. الطرف اللي جاي من دايرة الباور بانك رايح على طرف المفتاح، والطرف التاني اللي رايح للليد رايح عن طريق المقاومة. وعندي هنا من فوق كنت عزلت طرف البطارية بشكل لحام، عازل هنا المفتاح عشان الطرف ده ما يلمس عندي طرف البطارية. في راكب مفتاح عندنا في المكان بتاعه. كده كشاف بيشتغل اهوت. طبعا اضاءة قوية جدا. كده احنا خلصنا الكشاف خالص اهوت. نجرب مع بعض كده اضاءة الكشاف. ما شاء الله اضاءة قوية اهيت. نجرب كده مع بعض. طبعا انا دلوقتي بصور بالنهار مش بالليل. الكشاف اهوت ما شاء الله زي ما كده اهوت. ما شاء الله اضاءته قوية جدا اهيت. كده بقى حاجه واحده بس من الكشاف. طبعا الموضوع هياخد وقت ان انا هدهنه اسود. هفك بقى المفتاح وافك عندي الحاجات ديت واغطي الليد واغطي القماش ده وادهنه اسود باسبري عشان يبقى شكله احسن من كده. ولكن احنا كده يعتبر نكتفي بالقدر ده عشان الفيديو خد وقت طويل شويه. معلش بعتذر على الاطاله. بكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.